الإمبراطور سنة 1804 بدأ يبني مشروع ضخم، وهو مشروع الإمبراطورية الفرنسية. كان عايز فرنسا تبقى القوة الأولى في أوروبا، والجيوش ترفع رايته من أسبانيا لحد حدود روسيا. وعشان كده نابليون ما ضيعش وقت. سنة 1805 واجه أقوى تحالف في أوروبا في معركة أوسترليتز، المعركة اللي بيعتبرها المؤرخين تحفته العسكرية. هزم النمسا وروسيا مع بعض في يوم واحد، ومن هنا أوروبا كلها بدأت تتشكل على مزاجه. بعدها دخل أسبانيا، وكمان سيطر على إيطاليا واحتل أجزاء كبيرة من ألمانيا. كان فعلا بيعيد رسم الخريطة بإيده. بس هنا بدأ الخطر. سنة 1812 نابليون خد أكبر قرار خاطئ في حياته، لأنه قرر يغزو روسيا. دخل بأكبر جيش شافته أوروبا وقتها، حوالي 600 ألف جندي. لكن الروس لعبوها صح، وعملوا تكتيك كده اسمه الأرض المحروقة. كانوا بينسحبوا ويحرقوا كل حاجة وراهم، لا أكل ولا مية ولا مأوى. وطبعا الشتاء الروسي كان أقوى من أي جيش، وبدأ الجنود يموتوا من البرد والجوع مش من الرصاص. رجع نابليون من الحملة وهو فاقد تقريبا جيشه كله. تحالفات أوروبا استغلت الفرصة واتحدت كلها ضده، وبدأت تضربه من كل الاتجاهات. وفي سنة 1814 فرنسا اتقهرت ونابليون اتنحى، وتم نفيه لجزيرة إلبا. لكن نابليون ما يعرفش الاستسلام. هرب من إلبا ورجع لفرنسا لوحده، وأول ما وصل الجيش اللي كان المفروض يقبض عليه انضم ليه، ودخل باريس وسط هتاف الناس. ودي كانت آخر محاولة من نابليون عشان يرجع مجده القديم، لكن النهاية كانت مستنياه في مكان تاني. يوم 18 يونيو سنة 1815 حصلت معركة واحدة بس كانت كفيلة تقفل القصة، لأنه في المعركة دي واجه جيوش بريطانيا وروسيا. قاتل بشراسة، لكن الهزيمة كانت أقوى منه. نابليون اتقبض عليه وتحدد مصيره الأخير، وهو النفي لجزيرة سانتا هيلينا، جزيرة صغيرة معزولة في نص المحيط الأطلسي، هناك بعيد عن أوروبا اللي كان بيحكمها. قضى آخر 6 سنين من عمره. في سنة 1821 بيموت نابليون بونابرت، القائد اللي لحد النهاردة الناس لسه بتسأل هل فعلا هو كان عبقري ظالم ولا قائد غير العالم.